ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوه والزقططه اللي انت فيها دي يا حاج؟ وما تضحكش ليه وزقطط ليه، والنهارده رايحين نتسوقوا وهندونا 3 كيلو لحمه ببلاش. ما شاء الله ما شاء الله، اديك 3 كيلو لحمه ببلاش ليه يعني؟ من عند المعلم عظمه الجزار عايدينا 3 كيلو لحمه ببلاش، بس اودي له الجحش ده هو لغايه الصلخانه بتاعته. ادي انت تودي له الحمار لغايه هناك يديك 3 كيلو لحمه ببلاش ليه يعني؟ ايوه هيبقى سايبه في البيت عنده هو، ويقول له اول ما تجيب الجحش لغايه عندي في الصلخانه اديك 3 كيلو لحمه ببلاش. 3 كيلو لحمه ايه؟ انت عارف كيلو اللحمه بكام يا حاج؟ بكام يعني؟ ده كيلو اللحمه ب 120 جنيه. ليه انا ما هو اول ما يبقى ما عندوش لحمه هيديني بالرجل. هيديك بالرجل ازاي يعني؟ الكوره عاديه الرجل. بيديك رجل البقره يعني اللي بيدفعها. ما والله وربنا. ما شاء الله ما شاء الله، يديها لك كده. انت عارف بكام الكوره دلوقتي يا حاج؟ كم يعني؟ ده يعمل له حوالي بتاع 60 جنيه. 60 جنيه ليه؟ رجل مارادونا يا ولا واخد الحذاء الذهبي يعني، رجل الجحش ده رجل عنكلوها دي. لا يا عم، ده دلوقتي اللحمه غاليه يابا، بقول لك اللحمه ب 120 جنيه، ثم انه 3 كيلو لحمه يعني عشان توصل الحمار ده. والله فعلا باينين على خدود ابنك دي ما شاء الله يعني. ايه هتعمل ايه؟ توقف يا ابوي. توقف. ما شاء الله ما شاء الله. انت قول لي بس يا حاج، يعني مثلا دلوقتي هو الراجل ده يعني انت واثق فيه يعني؟ ايوه ده راجل محترم وهيعمل لله يا راجل، هيعمل لله كتير قوي. انت شفته بيعمل لله قد ايه يعني؟ هيعمل لله، تخش تلاقي عنده يعني الجحش ده هو يطلع في 60 جحش غيره عالفهم، عامل لهم معلف حمير كبير وعوكلهم لله كده ببلاش كده. ببلاش يوكلهم، تلاقي الجحش قد كده هو هيعلف فيهم ببلاش. ما شاء الله ما شاء الله. هيعلف فيهم ببلاش يا عم يعني هيعلف فيهم ببلاش. والله تم ادعي له. ايه اللي بيجري ده؟ ايه اللي بيجري ده؟ مالك في ايه ده؟ مين ده؟ الحق يا فاقر. ايه؟ مش صاحبك قفشوه؟ ايه قفشوه دي؟ عكشوه. يعني عكشوه؟ يعني قبصوه. قبصوه؟ طب ليه قبصوه؟ طلع يذبح حمير. حمير؟ يخرب بيت ابوك. ايه ده؟ ده خبر موت اللي انت جايبه ده، ازاي يذبح لحم حمير؟ يذبح حمير يا عم انت. ايه ده يذبح حمير لمين؟ قلت لك المخبرين جايوا على قفاه وتضرب، او بشلالته وتضرب، واللي ينغزوا واللي يزغدوا. وبعدين وهو عمل ايه؟ والله العظيم شوف الكلابش كده، وراح واحد ربطه في رجله من تحت وقعد يجر فيه. دخلوه البوكس. يعني احنا لنا 3 سنين كده هو عناكله لحم حمير من عند عظمة الجزار. والله انا كنت شاكك يا حاج، والله باين من خدود ابنك ده انه مجحش اهو. سبحان الله. ماشي. بص بص بص. خرب بيتك. انت بقالك كام سنه بتاخد منه الجزار الفقري ده يا حاج؟ انا ليا 3 سنين هاخد منه يعني. طب ممكن يعمل حاجه دي عليك ده هو ولا نعمله كده معاه؟ انت راجل فقر هتسترخص. استرخص؟ ايه. طب ما هو يا عم اللي هيقول لي هات لي حماره واديك 3 كيلو يا عم. هتسترخص. يعني انت ليك بقالك 3 سنين بتاكل لحم حمير؟ يا مرة انت ما تعرفش والله العظيم، انا اقول لي 3 سنين لحم حمير ده يعني والله يعني مش عارف شعورك ايه دلوقتي لما عرفت انك بقالك 3 سنين. اهو بسم الله ما شاء الله باين على خدودها اهو. دلوقتي انا عايز اعرف شعورك انت يا حاج، عشان شايفك متاثر زياده عن اللزوم بعد ما عرفت انك بقالك 3 سنين بتاكل لحم حمير. والله شعوري يعني هيكون يا شعوري والله امر من شعور ولدي اللي كل ما يجي في الليل ده هو يتوب يبقى راح يشفط عيل من العيال اللي نايمين جنبه. ويعني انت بيتوب على طول كده بيطلع الصوت ده هو يا حاج؟ فرق الرخيص من الغالي 80 جنيه. ادفع يا اخي 80 جنيه. وجيب منين 80 جنيه؟ احنا لاقيين ناكله يا عم. انا اصدق اودي له الجحش يديني 3 كيلو هيقعد معانا. والله انا يا حاج من اول ما شفت خدود ابنك المجحشه دي وانا شاكك برضه والله العظيم ان اللحمه اللي انت بتاكلها دي لحم حمير. والله عاد يا عم نكي عاد منه لله انتقم منه ربنا على معلم عظمه الجزار. وخلوا بالكم واتبهوا روحكم، اي واحد يعمل لايك لقناه صعايده ظرفاء ويشترك في القناه وربنا يكفيكم ان شاء الله شر اي جزار يوكلكم لحمه حمير. ما شاء الله ما شاء الله. مع السلامه حاج.